ايا كان انت بتسمعني في اي يوم من رمضان، صدقني لسه في فرصة تانية تلم اللي فايتك وكل اللي متراكم عليك، وده اللي انا هكلمك فيه من واقع خبرتي وتجربتي واللي انا شايفه. كمل الفيديو ده للاخر وركز في كلامي، صدقني هيفرق معاك. انا مش جاي اقول لك كلام تحفيزي وخلاص، انا جاي اقول لك كلام لو انا كنت مكانك كنت بجد احتاج حد يقوله لي. انا عارف ان اول اسبوع ممكن يكون عدى وانت حاسس انك مقصر، يمكن نومك بقى متلخبط، يمكن حاسس ان يومك بقى بيضيع، يمكن بتقارن نفسك بناس تانية وبتقول هما ازاي بيعملوا كده. بس خليني اقول لك حاجه، الثانويه العامه مش مين بدأ جامد، الثانويه العامه مين انها جامد وعرف يكمل مده اطول. والكلام ده تحديدا انا مش بقصد بيه السنه كلها، الكلام ده انا بقصد بيه فتره شهر رمضان بس، لان فتره شهر رمضان هي فتره مختلفه عن السنه كلها، نظامها مختلف ومواعيدها مختلفه، وزي ما نظامها مختلف ومواعيدها مختلفه كمان بركه وقتها مختلفه، في بركه في الوقت، التوفيق فيها مختلف، ربنا بيوفقنا فيها فعلا اكتر من الايام العاديه، ودي حاجه بجد عن تجربه. فانا شايف ان دي حاجه في صالحنا كلنا بصراحه، وحرام لو مش استغليناها استغلال كويس قبل ما تنتهي. وانا هنا عشان اطمنك، الوقت ما ضاعش ولا حاجه، وتقدر تبدا بدايه جديده مع نفسك. رمضان مش شهر جلد ذات، رمضان شهر رجوع. لو بتتفرج على الفيديو ده في رمضان يبقى لسه في مساحه انك ترجع تقف على رجلك من تاني وتلم كل اللي فايتك وتلم كل اللي انت عايز تلمه. عارف ايه هي اكتر حاجه بتضيع وقت اغلب الناس في ثالثه ثانوي وبتاخد من طاقتهم؟ مش انهم ما بيذاكروش، ولكن انهم قاعدين زعلانين على انهم ما بيذاكروش. ودي مشكله كبيره وانا كنت بعاني منها كتير، بس ما كانش حد قال لي على حلول ليها، ولكن الحمد لله اكتشفتها بنفسي بعد هدايه وتوفيق ربنا ليا. انك تحس بالذنب او التقصير ده احساس جميل جدا، وبيدل ان انت لسه ضميرك صاحي وان انت شخص كويس، لان في ناس كتير ما بتحسش بالذنب ولا بالتقصير ولا فارق معاهم حاجه اصلا، ولا كانهم وراهم التزامات او امور صعبه يقوموا بيها. فكون ان انت شخص حاسس بالتقصير فده معناه ان انت شخص كويس وان لسه قدامك فرصه تعمل حاجه. طب ايه هو الحل؟ ببساطه انت محتاج تقعد مع نفسك قعده بسيطه، اديها من وقتك ساعه، بس الساعه دي انت مش هتقعدها كده في اي وقت وخلاص، لا، خليني اقول لك الساعه دي انت هتقعدها ازاي. الموضوع بجد لما جربته فرق معايا، وان شاء الله اي حد يجربه يفرق معاه هو كمان. كطالب ثانويه عامه اكيد عندك في يومك ساعتين فاضيين تقدر تتحكم فيهم زي ما انت عايز، سواء بتنزل دروس او بتاخد دروسك اونلاين. انا مش محتاج اكتر من ساعتين، قسمهم بالشكل اللي هقول لك عليه ده. دلوقتي احنا معانا ساعتين، هنعمل ايه فيهم؟ ببساطه هنقسمهم بالشكل ده. هنجيب ورقه بيضه زي دي، ويستحسن تكون حجمها في نفس حجم الورقه دي، تكون صغيره ما تكونش ورقه كبيره، سواء بقى زي الورقه دي بيضه خالص كده او ورقه مسطره مش هتفرق. هي طبعا ممكن ورقه كبيره عادي، ولكن انا بفضل بصراحه ان الورقه تكون بالحجم ده، انا يعني بحب التفاصيل نوعا ما. وهنجيب قلم احمر وقلم ازرق. برضو القلم الاحمر والقلم الازرق دي تفاصيل انا بحب يعني اضيفها، بس عادي ممكن تجيب اي ورقه واي قلم حتى لو مش لونين مختلفين براحتك خالص. طيب بعمل ايه بقى؟ بجيب الورقه وبالقلم الازرق بكتب فيها 25 دقيقه 5 دقايق. ال 25 دقيقه دول انا لازم اكون فيهم بذاكر بتركيز تام، مفيش حاجه بتشتتني خالص. كل واحد فينا عارف ايه هو اللي بيشتته. في حد ممكن يكون اللي بيشتته مثلا اشعارات الواتساب، في حد ممكن يكون اللي بيشتته اشعارات من تطبيقات التواصل الاجتماعي زي مثلا الانستجرام او الفيسبوك، في حد ممكن يكون اللي بيشتته صوت خارجي مثلا ملوش دعوه بالتليفون خالص، في حد ممكن يكون اللي بيشتته مكالمات مثلا. ايا كان ايه اللي بيشتتك انت ممكن تشيله او ممكن ان انت تقلل منه، ولو مش عندك الامكانيه انك تعمل كده فعلى الاقل الحاجات اللي انت في ايديك ان انت تقللها زي مثلا اشعارات التليفون شيلها خالص، لو هتشيل التليفون من جنبك تماما. اهم حاجه بالنسبه لي يعني في الكلام ده كله ان ال 25 دقيقه دول يكونوا مذاكره بتركيز تام، مفيش اي مشتت بيقطع تركيزك اثناء الفتره دي. خلصت ال 25 دقيقه الحمد لله، هعلم عليها بالقلم الاحمر صح. الخمس دقايق بقى بعديهم دول مهمين جدا ومش اي وقت راحه وخلاص. الخمس دقايق دول انت مش هتمسك فيهم التليفون، مش هتكلم فيهم حد، مش عايزك في الخمس دقايق دول ان انت تطلع من مود المذاكره باي شكل، ولا حتى ان انت تتكلم بره المذاكره. انا عايزك في الخمس دقايق دول يكونوا 5 دقايق من الراحه، من التامل، ما بتعملش اي حاجه. لو انت مثلا في الاوضه فانت باصص في السقف، لو انت مش حواليك حد فما تتكلمش مع حد، ما تروحش تكلم حد سواء على التليفون او في البيت عندك ايا كان. انت حاول الخمس دقايق دول تكون مرتاح تماما وساكت لحد ما يخلصوا. طبعا انت ممكن تظبطهم بقى على تايمر التليفون، او ممكن مثلا تعلمهم في ساعه سقف عندك او على منبه صغير جنبك على المكتب. انا عن نفسي بعلمهم دايما في تايمر التليفون، لان انا التليفون بقفل النوتيفيكيشنز خالص فيه لما باجي اذاكر،
فما بيضايقنيش وما بيشتتنيش. انا ببقى قاعد حرفيا مريح اعصابي خالص، مش بفكر في حاجه. كل اللي بعمله ان انا اثناء عمليه راحه انا بفضي دماغي عشان خاطر اخش في الجلسه اللي بعديها بتركيز تاني زي الجلسه اللي قبلها. وعندي يعني اقتراح بسيط، لو عايزين تستغلوا ال5 دقايق دول استغلال كويس، ممكن تحمدوا فيها ربنا على كل النعم اللي في حياتكم، ممكن تستغفروا فيها، ممكن تسبحوا فيها، ممكن تصلوا على سيدنا محمد فيها. يعني ال5 دقايق دول ممكن ان انتوا تستغلوها اي استغلال يعجبكم، ولكن اهم حاجه مش تعملوا فيها شيء يخلي دماغكم تفصل عن المذاكره. تمام؟ طيب خلصنا ال5 دقايق اللي احنا ما عملناش فيها حاجه دي وريحنا فيها دماغنا، بس نعمل عليها صح القلم الاحمر، وبعدين نعيد نفس الموضوع تاني. 25 دقيقه 5 دقايق. خلصنا كده 25 دقيقه مذاكره تانيه و5 دقايق، احنا كده قفلنا ساعه مش كده؟ هنحط لنفسينا بقى 10 دقايق راحه. هتقول لي 10 دقايق راحه غير ال5 دقايق اللي في الاخر؟ اقول لك 10 دقايق مختلفه. ال5 دقايق دول المفروض ان انتوا ما بتعملوش فيها حاجه غير انكم بتريحوا دماغكم من المذاكره بس. تمام؟ لو انتوا قدرتوا تعملوا ده فعلا وما شتتوش نفسيكم في اي حاجه، يبقى انتوا كده فعلا انجزتوا، فهتعملوا عليها صح. ال10 دقايق بقى اللي بعد كده تعملوا فيها ايه؟ ال10 دقايق اللي بعد كده هنا افصلوا دماغكم من المذاكره. كلموا حد سواء على التليفون او في البيت، روحوا كلوا حاجه خفيفه، ممكن تروح تعمل اي حاجه، اي نشاط، تقف في البلكونه، تقف في الشباك، اي نشاط يفصل دماغك من المذاكره في ال10 دقايق دول. بس خلوا بالكم ان ما تزيدش عن 10 دقايق، يعني النشاط اللي هتعملوه يكون على قد ال10 دقايق بس. انا عن نفسي لما بعمل كده ال10 دقايق دول، يا اما بقوم اكل حاجه خفيفه، يا اما بقوم اصلي لو في فرض انا مثلا ما كنتش صليته فبقوم اصلي على طول. تمام؟ طيب كده خلصنا ال10 دقايق الحمد لله، عملنا فيها اي نشاط، فصلنا عن المذاكره. نرجع تاني نكتب 25 دقيقه و5 دقايق خلصناهم. اخر حاجه نكتب 20 دقيقه، وال20 دقيقه دي هي اخر حاجه في الساعتين. كده الساعتين خلصوا معانا، واحنا بنعمل على 20 دقيقه الاخيره دي كده صح بالاحمر، احنا كده خلصنا الساعتين الحمد لله. ايه فايده بقى كل الكلام اللي انا عملته معاكم ده؟ يعني ما كنا نقعد الساعه اللي انت بتقول عليها دي يا عم محمود من الاول وخلاص، ايه لازمه الساعتين مذاكره اللي احنا عملناهم دول؟ انا هقول لك. لما عقلك يكون مصدق ان انت قدراتك كويسه، وان انت بتقدر تذاكر، وان انت عندك قدره انك تركز، وعندك قدره انك تحصل وتنتج، ساعتها بس بيكون عندك احساس ان انت تقدر تلم اللي عليك او تقدر تعمل حاجه في اللي وراك ده، ان الموضوع مش صعب زي ما انت كنت متخيل، اللي هو انا مش هقدر اعمل حاجه والموضوع صعب عليا ان انا اخلص اللي معايا ده. انا كنت بعمل كده في ليالي امتحاناتي عندي في الكليه، والحمد لله كنت بقدر يعني اقوم من بجد وقعات صعبه جدا. لما اكون حاسس ان الماده عندي كبيره جدا وانا مش كنت متابع فيها مثلا اول باول طول الترم، وحاسس ان لا يعني انا كده الماده اتراكمت قوي عليا ومش هعرف اعمل فيها حاجه، ببص للماده دايما غصب عني مش بمزاجي، دايما عقلي بيبص للماده كوحده واحده، بيبص للماده كلها مره واحده، ما بيبصش ان هو ممكن ياخد منها جزء صغير والجزء يجيب جزء والجزء يجيب جزء، وتلاقي نفسك وصلت لحاجه كويسه حتى لو مش خلصتها كلها، ولكن خلصت منها اجزاء تخليك تحل كويس، وممكن هي اللي تيجي في الامتحان وتنجحك. فانا عقلي ما بيكونش مصدق ده، عقلي بيكون شايف الماده كلها، بيكون شايف كل حاجه كبيره مره واحده من غير ما يشوف الموضوع بتفكير ايجابي، اللي هو انا ممكن اعمل حاجه كويسه، طب انا ممكن اخد لي شويه من الجزء ده على شويه من الجزء ده على شويه من الجزء ده واجمع حاجه كويسه. التفكير ده بالنسبه لي انا عندي في الجامعه يعني ما بيجيليش الا لما يكون عندي ثقه في نفسي، الا لما بيكون عندي احساس ان انا لا انا بعرف اذاكر. انا قبل ما اعمل حاجه زي كده مع نفسي اللي هو موضوع الساعتين ده، بحس ان انا مش قادر اذاكر، انا نسيت اذاكر، نسيت بذاكر ازاي، انا حاسس ان انا ما بعرفش اذاكر مع ان دي مش حقيقه، بس عقلي بيوهم نفسه بكده من الكم اللي هو حاسس ان هو مش هيقدر يخلصه. فنفس الفكره معاكم، لو انتوا عملتوا الموضوع ده فساعتها في الوقت ده هيكون وقت مناسب جدا 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 انكم تعملوا لنفسكم جدول يمشيكم الايام اللي جايه عندكم، سواء كانت ايام رمضان اللي جايه او لو رمضان خلص الايام العاديه. هيكون ساعتها عندكم ثقه في نفسكم ان انتوا تقدروا تذاكروا، لان انتوا الثقه دي جايه لكم من انكم لسه مذاكرين. فوانتوا بتعملوا الجدول هتحسوا اللي هو باحساس لا انا هعرف اعمل الكلام ده. دايما هتفتكروا كل ما تبصوا للجدول بعد ما تخلصوه هتفتكروا ان الجدول ده احنا عملناه بعد ما بالفعل ذاكرنا بتركيز، فبالتالي كل ما تبصوا للجدول هتحسوا ان انتوا قادرين تذاكروا وتلتزموا بيه. فده اللي هيخليكوا تلتزموا بالجدول وتقدروا تعملوا اللي فيه.
لان انتم لو كنتم عملتوا الجدول ده من الاول كده وخلاص، يعني انا عايز اعمل جدول فرحت عملت جدول، غالبا هتخلصوه مش هتلتزموا بيه. لان انتوا لما عملتوه كنتوا اصلا عندكم برضو فكره اللي هو احنا عندنا حاجات صعبه ومش قادرين نلمها ومش قادرين عليها، فاحنا عملنا جدول عشان نلمها. غالبا هتلاقي الجدول ده صعب ومش هتقدروا تلتزموا بيه. ولكن لما يكون دماغكم مستوعب ان هو لا كويس وان هو عنده قدره انه يذاكر وعنده قدره انه يركز، ساعتها هتفتكروا شعوركم وانتوا بتعملوا الجدول ده، تفتكروا ان انتوا كنتوا حاسين ان انتوا عندكم قوه وعندكم قابليه ان انتوا تركزوا، فدايما هتفتكروا الاحساس ده كل ما تبصوا للجدول ودايما هتلتزموا بيه. الكلام ده انا عملته مع نفسي ونفع. وبرده انا لما بعمل الموضوع ده ساعات ما بيظبطش معايا، ساعات بغلط مثلا، ساعات بحط جدول بيكون فيه حاجه ما اقدرش ان انا اتعامل معاها، او بكون انا غافل عن شيء وانا بعمل الجدول، فبشيلها، بخلي عندي مرونه. الجدول اللي بعمله ده ما بيبقاش جدول صارم، بيبقى جدول مرن واقدر ان انا اغير فيه زي ما انا عايز. بس الموضوع ممكن ما يظبطش معايا من اول مره، ولكن بيظبط وبجد بيرجعني تاني اقف على رجلي بعد ما اكون منهار، بعد ما اكون حاسس ان انا لا ما اقدرش اعمل حاجه في اللي ورايا ده، بيخليني اقوم اقف على رجلي من تاني فعلا. فصدقوني لسه في وقت، وربنا سبحانه وتعالى بيجازيكم خير على كل اللي بتعملوه، ومفيش سعي بيضيع. وطالما انتوا لسه ما دخلتوش لجنه الامتحان يبقى لسه في امكانيه تغيروا الوضع اللي انتوا فيه، بس انتوا بس تعقدوا العزم وتطلبوا من ربنا ان هو يوفقكم وتبداوا وتسعوا. صدقوني الوقت اللي معاكم هيكفي، بس انتوا اطلبوا من ربنا ان هو يوفقكم وان شاء الله هتقدروا. لو وصلت لهنا فاتمنى تجرب الطريقه وتشوف اثرها عليك، وباذن الله هتفيدك لو انت حاسس انك ضايع ومش عارف تنظم دنيتك. باذن الله هيكون في فيديوهات جايه عن ازاي نتعامل مع التراكمات، وازاي كنت انا بذاكر في فتره المراجعه النهائيه وكنت باخد مع مين، وفيديوهات برضو عن لو لسه ما بداتش تعمل ايه. فاشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ولو الفيديو فاتكم اعملوا لايك عشان ينتشر لاكبر عدد من الناس. ولو عندكم اي سؤال ممكن تسالوني في الكومنتات او تبعتولي على الانستجرام. وربنا يوفقكم ويبارك لكم في وقتكم وتحققوا كل احلامكم. سلام.